عارف ان في بطولة كأس العالم اول نسخة منها اتلغت، بعد كده قعدت 4 سنين مختفية؟ ليه؟ مش حكاية عادية، كانت بطولة وانت هتسمعها معايا في الكورنر. كأس العالم للأندية الناس كانت بتسميها بطولة هامشية، لكن دلوقتي حلم لأي فريق انه يكسب البطولة دي. اول نسخة سنة 2000 اتلعبت في البرازيل، وكان بطل النسخة دي هو كورنثيانز البرازيلي. لكن يا صديقي تحصل فوضى، البطولة تختفي من 2001 لحد 2004 عشان بعد كده البطولة ترجع تاني. وكان أول بطل ليها هو ساو باولو البرازيلي بعد ما كسب فريق ليفربول. من ساعتها يا صديقي البطولة بقت ساحة لأبطال القارات. ريال مدريد معاه 5 بطولات، أوروبا واخدة البطولة أكتر من نص المرات يا صديقي، ولكن الفرق البرازيلية دايما حاضرة. بس تعالى بقى نتكلم جد شوية. الأهلي المصري أكتر نادي شارك في البطولة، معاه 3 ميدالية برونزية واسمه محفور في قلوب الناس حتى اللي مش بيشجعه. دي يا صديقي كانت قصة بطولة الكل بيسخن منها، وبعد كده بقى كل نادي بيتمنى انه يفوز بيها. دي يا صديقي كانت نهاية قصة كأس العالم للأندية. السؤال هنا ليك يا صديقي، أول مرة شفت فيها كأس العالم كانت سنة كام؟ ومين اللي خد البطولة؟ لا عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ونشوفك في الحلقة الجاية، وما تنساش صلي على النبي.